ازيكم يا احسن متابعين على قناة موبايلي تك. انا احمد ورجعت لكم النهاردة بمقارنة شاملة بين اتنين من الموبايلات اللي عاملين ضجة في الفئة المتوسطة. النهاردة هنشوف مقارنة بين A15 سامسونج A15 وبوكو M5S. مين الافضل؟ هنقارن ما بينهم من ناحية التصميم والاداء والكاميرات والبطارية وحتى الاسعار، عشان في النهاية نعرف مين الافضل بالنسبة ليك. بس قبل ما نبدأ، لو لسه مش مشترك في القناة دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من المراجعات والمقارنات. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وشاركه مع أصحابك اللي مهتمين بالتكنولوجيا والموبايلات. نبدأ بالتصميم لأن التصميم بيفرق جدا بين الموبايلين دول. سامسونج جالاكسي 15 بيجي بتصميم بسيط وكلاسيكي مع خامات من البلاستيك اللي بيخليه موبايل خفيف، وده بيخليه سهل في الاستخدام اليومي. الموبايل وزنه حوالي 200 جرام وبيجي بحجم شاشة 6.5 بوصة. شكل الموبايل جذاب لكنه ممكن ما يبقاش ملفت جدا زي الموبايلات التانية. على جانب الآخر بوكو M5S بيتميز بتصميم أنيق ومميز، وبيجي بملمس ناعم في اليد وخامات بلاستيك برضو، لكنه أقل وزنا، حوالي 178 جرام. فهتحس إنك مرتاح أكتر وإنت ماسكه لفترات الطويلة. التصميم هنا يعتبر أقرب لموبايلات الفئة الأغلى، وده بيظهر في الاهتمام بالتفاصيل. بالنسبة للشاشة، سامسونج جالاكسي 15 بيجي بشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة وبدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. الشاشة دي معروفة بالألوان المشبعة والسطوع العالي اللي بيخليها ممتاز لتصفح السوشيال ميديا والألعاب ومشاهدة الفيديوهات. أما بوكو ام 5 اس فبيجي بشاشة من نوع أموليد برضو، لكن بحجم أصغر شوية 6.43 بوصة وبدقة فول اتش دي بلس. الشاشة هنا بتوفر تجربة ممتازة بفضل السطوع الجيد وجودة الألوان، رغم إن البوكو مش بيجي بشاشة معدل تحديث 90 هرتز زي 15، لكن الأداء البصري في الشاشة الأموليد بيفضل مميز في مشاهدة المحتويات عالية الجودة والألعاب. دلوقتي نيجي للنقطة الأهم عند ناس كتير وهي الأداء. سامسونج جالاكسي 15 مزود بمعالج ميديا تك هيليو جي 99 اللي بيعتمد على تكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر، وده بيخلي الأداء اليومي سلس سواء في تشغيل التطبيقات أو الألعاب المتوسطة. الموبايل ده بيقدر يشغل ألعاب زي ببجي وكول اوف ديوتي على إعدادات متوسطة من غير أي مشاكل كبيرة، ومع وجود 4 أو 6 جيجا رام وهتقدر تتنقل بين التطبيقات بسرعة. بيجي بوكو M5S بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 95 اللي هو أقوى شوية من 99 وبيقدم أداء أفضل في الألعاب. الموبايل ده مصمم لتقديم الألعاب تجربة ألعاب أفضل، خاصة مع وجود رامات تصل إلى 8 جيجا بايت. فلو الألعاب هيكون أفضل بفضل قوة المعالج. بوكو M5S أولويتك وتجربة الألعاب السلسة على إعدادات متوسطة وعالية كمان. الكاميرات هي اللي ممكن تخليك تختار موبايل عن التاني، فاحنا هنقارن بين جالاكسي A15 وبوكو M5S. جالاكسي A15 بيجي مع 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، والتانية كاميرا وايد بدقة 5 ميجا بكسل مع كاميرا عمق 2 ميجا بكسل. الكاميرا دي بتديك صور كويسة في الإضاءة جيدة، لكن في الإضاءة ضعيفة الأداء مش هيكون بنفس القوة. في المقابل بوكو M5S بيجي بكاميرات رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل. الفرق هنا إن كاميرات بوكو بتديك تفاصيل أوضح وألوان أدق في الإضاءة الجيدة والسيئة، وده بيرجع لتحسينات السوفت وير اللي بتدعم الكاميرا. الكاميرا الأمامية في سامسونج A15 بدقة 8 ميجا بكسل وبتقدم أداء مقبول للسيلفي، بينما كاميرا السيلفي في بوكو M5S بدقة 13 ميجا بكسل، وده فرق هتحس بيه خصوصا في التصوير الذاتي والفيديوهات. نيجي لجزئية البطارية اللي بتهم ناس كتير.
سامسونج جالاكسي 15 بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 25 واط، اللي بيقدر يشحن الموبايل في حوالي ساعة ونص. البطارية هنا هتديك يوم كامل من الاستخدام العادي بدون أي مشاكل. بوكون 5 اس بيجي برضو ببطارية 5000 ملي أمبير، لكن مع شحن أسرع بقوة 33 واط، وده معناه إنك هتقدر تشحنه بالكامل في أقل من ساعة ونص. في الاستخدام اليومي البطاريتين بيقدموا أداء متقارب، لكن لو الشحن السريع هو الأولوية بوكو بيتميز بفرق ملحوظ. دلوقتي بعد ما شفنا الفروقات بين سامسونج جالاكسي 15 وبوكون 5 اس، تقدر تقرر بناء على أولوياتك. لو بتدور على شاشة بألوان أفضل وأداء كاميرات محترم، بوكو ام 5 اس هتكون أفضل. لكن لو بتدور على معدل تحديث أعلى للشاشة وتصميم كلاسيكي، سامسونج جالاكسي 15 هيكون اختيار ممتاز. في النهاية كل موبايل فيهم بيقدم مميزات مختلفة، وده بيعتمد على احتياجاتك الشخصية. نيجي بقى للأسعار. سامسونج جالاكسي 15 النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام حوالي 6770 جنيه. والنسخة بوكو ام 5 اس بيجي النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بتبدأ من 7100 جنيه. دي كانت مقارنة شاملة بين الموبايلين. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو وشارك الفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وكمان لو عندك أي سؤال سيبه في التعليقات وأنا هرد عليك. وسلام، نشوفكم في فيديو جاي. سلام.